ازيكم؟ النهارده هنعمل وصفه الكبه الشامي. هنعملها زي كل وصفاتنا بطريقه مفيده ومن غير دهون، وطعمها هيبقى جميل جدا. هعلمك ازاي تشكليها وتطلعيها بالظبط زي اللي بتشتريها جاهزه، ويا رب تعجبكم. نص كيلو لحمه مفرومه، كوبايه برول متنقيه ومغسوله ومنقوعه، بصلتين متوسطتين وفصين توم، وعندي التوابل: فلفل ابيض، توابل لحمه، فلفل اسود، ملح. الاول هنفرم البصل والثوم، هناخد نص كمية البصل والثوم نعملها الكمية دي كويسة، نصها بالظبط عشان نعصب بيها الكفتة. هنقلي البصلة على نار هادية عشان ما تتلطعش، وعقبال ما البصلة تتقلى هنكمل مقادير الكبة. هاخد نص اللحمة المفرومة واحطها على البصل، البرغل كلها، واحط التوابل بتاعتي: الملح والفلفل والتوابل، واطحنهم مع بعض. هنا خلطة الكبة ناشفة شوية، محتاجة شوية مية، هزود لها شوية مية. وبقى عندي الطبقة المقرمشة اللي بره بتاعت الكبة بالمنظر ده. محتاجة اعصبها، اللي هي كانت نص كمية اللحمة المفرومة اللي انا استخدمتها في الوصفة، وانزل عليها بالتوابل عشان تتعصب. وعصبنا اللحمه لحد ما بقى منظرها كده، هنقفل عليها. دلوقتي معانا الطبقه بتاعت الكبه اللي بره، ومعانا اللحمه المتعصبه، والصينيه اللي هنحط فيها الكبه بعد ما نخلصها. وانا حاطه عليها ورقه زبده عشان الكبه بعد ما نخلصها ما تعجنش، او ممكن ترشيها زيت. هناخد حته عجينه كده هنكورها، كوريها كده، حطي صباعك في النص كده عشان تحطي اللحمه المفرومه في النص. هتاخدي شويه لحمه مفرومه بالمنظر ده وتقفلي عليها، تلميها كده من الجوانب وتقفلي عليها من فوق اهي. سهله جدا، حطيها في الصينيه. هنعمل مره كمان، تاخدي شويه عجينه تكوريها
وبعد ما تكوريها تدخلي صبعك في النص وتلفيها على صبعك بالمنظر ده اهي. حطي شويه لحمه مفرومه وتقفلي عليها اهي، سهله خالص. حطيها جنب اختها مره كمان، هنكورها نلفها حوالين صابعنا، نفتحها كده، هنحط شويه لحمه مفرومه ونقفل عليها ونعمل الكميه كلها بالطريقه دي. خلصت الكميه كلها وبقت بالمنظر ده، وبفرشه فيها زيت هغطيها علشان تتحمر في الفرن، يعني حبه زيت صغيرين عشان تديها لون جميل. يبقى احنا كده عملنا الكبه الشامي بطريقه سهله ومن غير دهون، وهتظبط معاكي في منتهى السهوله. هنحطها في الفرن بعد ربع ساعه تقريبا، بنفتح نشوفها طلعت بالمنظر ده. نقدمها في اطباق، وده كان منظرها بعد ما قدمناها في الطبق. قدمت معاها بطاطس مقليه في الفرن وشويه كاتشب، وبالهنا والشفا.